السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معذرة بس صوتي رايح شوية. وحشتوني جدا 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 من زمان قوي، وانا نفسي يعني انزل فيديو اتلاقى بيكم واشوف تعليقاتكم الحلوة. بس والله ضغط الشغل والولاد واليوم في الشتاء انتوا عارفين بيبقى قصير، فده بيمنعني من حاجات كتير. بس والله ما يمنعش ان انتوا وحشتوني جدا، وما يمنعش ان احنا نبدأ الفيديو كده بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وزي ما انتوا شايفين انا ما جبتلكوش الروتين من البداية، لا انا دعكت المواعين وحطيتها على الرخامة كده تتصفى. لا هو مش على الرخامة، هو على البوتاجاز. انا بكلمكم لان انا غيرت شكل المطبخ، هبقى اوريهولكم بقى في فيديو تاني. دي برضو كانت حاجات مغسولة، وده حاجات الشاي، بنسميها عدة الشاي يعني كده. بحطها دايما على الرخامة جنب الكاتل تبقى جاهزة. واللانش بوكس وسندوتشات الولاد والكلام ده كله اتكلمنا فيه قبل كده. هنا دايما يوميا لازم تعقمي الرخامة وتمسحيها لان تحط عليها الاكل. هنا بقى انا مجهزة حاطة هدوم في الغسالة، ومجهزة برضو الشوية اللي فيهم المصلية دول حطهم نص ساعة كده، خفاف نضاف يعني. وحبة التانيين برضو ممكن ساعة. هنا بقى قلت انفض الاوضه، والولاد مبهدلينها خالص، والورق، وزي ما انتوا شايفين المنظر غني عن التعريف يعني. وعندي كمان الستاره دي مايله وبايظه، المفروض ان انا هنزلها. مش عارفه البتاعه بتاعتها دي اتكسرت ومش عارفه اعملها، فهنزلها لحد ما نجيب لها حد بقى يعملها. وعندي بقى شويه حاجات كده في الاوضه، ان انا اشيل السجاده وانفضها. بصوا انا بشيل السجاد وانفض لسبب. انا لما بفتح البلكونه دي بتدخل منها حشرات، يعني ممكن تدخل لا قدر الله حاجه من اللي بتأذي. فدايما دايما اول باول شيلي ونضفي، عشان انت ما تعرفيش ايه اللي تحت الكراسي ولا ايه اللي تحت السجاد. ربنا يا رب يحفظنا ويحفظ ولادنا جميعا. ليه بقول كده؟ لان احنا البيوت اللي حوالينا في بيتين مهجورين، يعني اهلهم مش موجودين. وعايزه اقول لكم بقى وكر للقطط والتعابين وبلاوي يعني. فدايما بكون حريصه ان انا يعني ربنا يحفظ الاولاد يا رب. ادور اشوف في حاجه كده ولا كده، وده المفروض ان انتي تعمليه على طول، عشان في حاجات بتدخل من الشبابيك لا طالما بنسيبها مفتوحه والبيبان واحنا مش حاسين. انا هنا دلوقتي بعملها بالمكنسه الاول، ليه؟ عشان تشفط التراب اللي فيها. وبعد كده الحته اللي موجوده دي كانت حته منجايه وقعت ولزقت، فطبعا هشيلها بفرشه كده وحبه رابسو وامسح السجاده. معذرة صوتي بايظ. إيه، واشمسها، احطها بقى تشمس عشان لو الولاد دلقين عليها ميه، لو فيها اي بكتيريا او اي ميكروبات. الشمس برضو يا جماعة بتقتل الحاجات دي، فكل فترة كده لازم فرش البيت يشوفوا الشمس. انا هنشرها كده على البلكونة زي ما انتوا شايفين. وطبعا بقى اشيل الكراسي واكنس تحتها. وفي الوقت دوت لازم برضه اكون عامله الاكل. يعني انا بعمل، عارفين انتوا شغل الشغل اللي مش على التوالي، لا اللي على التوازي. لان الوقت اللي انا بروق فيه المفروض ان انا هيبقى في وقت غدا. نعم. فانتوا عارفين اللي هي اعمل شويه في الاوضه واجي قلت احط اللحمه تتسلق، عشان يعني على ما اخلص شويه في الشقه تكون آه، استوت، يعني داخله على سوا. بصوا انا عندي مشكلتي لما اجي اطبخ ان اللحمه تبقى مستويه. لو اللحمه مستويه شويه الرز وبحبه الخضار وشويه السلطه مش بياخدوا حاجه، يعني بياخدوش وقت. فهنا قلت ان انا احطها تستوي. انا ما بحطش مع اللحمه زي ما قلت لكم قبل كده يعني بهارات كتير قوي، والسبع بهارات والكلام ده كله. هم حبه فلفل على شويه كمون، على نص مكعب مرق، على ورقتين لورا، بيخلوا الشوربه طعمها حلو. هي هنا لازقه، طالما لازقه كده يبقى لسه ايه، نسيبها شويه ما نقلبهاش غير لما هي تفك نفسها من الحله. لما بتحطي حبه سمنه او حبه زيت بتبقى سهله، بس بتبقى الشوربه تقيله لان هي اصلا فيها دهون وهتنزل الدهون اللي فيها. فما مرضتش احط لها ايه دهون، عشان كده تلاقوها لزقت في الحله شويه.
دايما عشان تسرعي ان اللحمة تغلي، شوية مية في الكاتل سخنين كده وتروحي حطاهم على اللحمة، بتستوي اسرع وبيسهل يعني في انها تغلي بسرعة لو انت مستعجلة يعني وعايزة تعملي اكل على طول. بس وانا يعني كنت زي ما قلت لكم بعمل حبة في الاكل واروح اعمل حبة في الشقة، بحيث ان انا لما اجي وقت الغداء آه، يبقى عندي حبة شغل قليلين في الشقة، بعدها الواحد بياكل وجسمه بيريح. فما بحبش اقعد اعمل شغل كتير بعد الاكل، مع ان ده صحي يعني عشان حتى نهضم والجسم كده بصوا الريم بتاع اللحمة على قدر الامكان على قد ما تقدري شيليه، عشان هو اللي بيبقى فيه زفارة اللحمة. طبعا يا جماعة كل ده وانتي واقفة في المطبخ مش هتخسري حاجة لما تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. شوفي بقى انتي ممكن وانتي بتعملي الأكل تصلي كام صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. شوفي وانتي بتعملي شغل البيت تستغفري زي ما بنقول. شوفي تعملي أعداد كبيرة جدا، وهتقولي أعداد كبيرة جدا من الذكر والصلاة، وده بيرجع يعني مردوده أقل حاجة مردوده على نفسيتك انتي في الوقت برضو. الغسالة بتغسل زي ما وريتكم الغسيل، فهنبتدي بقى ان احنا ننشر الغسيل. بصوا يعني لما بلاقي اليوم هوا كده حلو ومشمس بنشر بره، لما بلاقيه مغيم وحاسه انه هيتمطر بروح نشره على المنشر. شلت بقى هنا الفرشه بتاعت الارض ديت اللي احنا بنقعد عليها وغيرت الملايه ونفضتها ومسحت. انا طبعا جبت لكمش وانا بعمل كده، بس كل ده بعمله وانا في نفس الوقت بعمل اكل. هنا بقى الحمد لله خلاص فرشت الفرشة. ودي بقى بتبقى يعني مثلا الأوضة دي في الشتاء عندي بتبقى ساقعة جدا، يعني بحب قعدتها في الصيف، تفتح البلكونة كده تجيب هوا وتبقى حلوة. بس الولاد بيبهدلوها بسرعة، والملاية بتاعتها تقريبا بغيرها كل يوم، والفرشة دي يوم بالمكنسة ويوم أشيلها ونفضها. وخاصة إن ورا البلكونة بتاعتنا دي البيوت المهجورة هي ورا البلكونة دي على فكرة، لكن من جنب البلكونة التانية من جنبها هنا بعتمها ليه بقى؟ عشان الدبان. يعني عايزه اقول لكم ما عملتش كده الدبان يبهدل الدنيا ويبيت في الشقه. وهنا الحمد لله رجعت السجاده وفرشتها وشلت الستاره، وان شاء الله باذن الله هبقى اركب الستاره اللي هي من بره، اللي هي البرائع اللي بتبقى من بره وكده، ولحد ما نصلح الستاره باذن الله. كل حاجه عشان تتصلح على ما تجيبي حد يعملها. وطبعا بقى مع المنظر الجميل بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وكل وقت انتم بصحة وبسعادة. وبسلم على أم ناصر من السعودية، من أهم متابعيني وبحبها جدا ونفسي أتواصل معاكي. يا ريت لو شفت الفيديو تكلميني واتس، أنا سايبالك رقمي تحت فيديو من الفيديوهات وهسيبهولك هنا برضو. وكمان شهلاء من سوريا، وكمان مريم من سوريا وعايشة في تركيا، وإيمان، وكل الناس الحلوة اللي بيحبوني واللي بحبهم. ويا رب يا رب نفضل في سعادة وحب ونتواصل مع بعض ونتذكر بعض بالدعوة الحلوة. الدعاء بظهر الغيب يا جماعة، الدعاء بظهر الغيب. لو بتحبوا حد وبعيد عنكم مش عارفين تتواصلوا معاه، يكفيكم ان انتوا تدعوا له بدعوة حلوة. ربنا بيألف بين القلوب. الأرواح جنود مجندة، ما توافق منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. ربنا يا رب يوفق وقلوبنا كلنا للحب وطاعة ربنا سبحانه وتعالى. وأوصيكم وأوصي نفسي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نصرة نبينا بكثرة الصلاة عليه وتطبيق سنته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أستغفرك يا ربي وأتوب إليك، أستغفرك يا ربي من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليك، أستغفرك يا ربي من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفرك يا ربي من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليك. معذرة اللي معاه أطفال بصراحة يعني بتاخد وقت كتير جدا على ما تعمل فيديو زي ده.
سامحوني على التأخير، وياريت دايما تفتكروني بدعوة حلوة، وأوصيكم وأوصي نفسي زي ما قلت لكم بالصلاة على النبي والدعاء: ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. ده البنات والشباب اللي عايزة تتجوز تكتر منه.